اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا شفيعي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي ولايك وشير وتفعيل زر الاشتراك عشان يصلكم كل جديد إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة السفندي بطريقة سهلة وبسيطة. طبعا المقادير معايا: كوباية سفندي، عصير سفندي، كوباية سكر، معايا هنا كوبايتين دقيق، طبعا بنفس معيار الكوباية، بعير كله بكوباية واحدة اللي هي دي. طبعا المج ده متوفر في كل بيت. معايا هنا بيضتين، ليمونة، طبعا ده السفندي اللي انا عصراه منه. معايا كيس بيكنج باودر وكيس فانيليا، طبعا نص كوباية زيت بنفس المج، معلقة سمنة بلدي. كل المكونات ديت سايلة معايا هضربها في الخلاط. طبعا اول حاجة بقى معايا هنا جبت شفشق الخلاط زي ما انتم شايفين. معايا هنا البيض، بسم الله. طبعا بدرجة حرارة الغرفة، وبما ان احنا في الشتاء، لو انتي حطاه في التلاجة تطلعيه من التلاجة قبلها بمدة. كده معايا عدد البيضتين. معايا هنا كيس الفانيليا، كوباية السكر، كوباية عصير اليوسفندي، كمان هنا نص كوباية زيت. المكونات كلها هحطها مع بعضها وبعدين اضربها في الخلاط. معلقة السمنة، معايا كمان زي ما انتم شايفين معلقة خل ابيض، كمان يا حبايبي معايا هنا عصرة ليمونة. طبعا بقى هضرب كل ده في الخلاط وبعدين احطه هنا. عندي هنا الدقيق، حطيت عليه كيس البيكنج باودر وقلبته. هضرب المكونات في الخلاط وارجع لكم. كده بقى يا حبايبي معايا هنا بعد ما ضربت في الخلاط البيض وعصير السفندي مع معلقة خل مع عصير ليمونة، ورقة فانيليا، كوباية سكر، نص كوباية زيت، وكمان خدت حتة من قشر عفوا السفندي اللي انا عصراه، حطيتها كمان هنا. طبعا هبدأ بقى هنا دلوقتي عندي الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، بالتدريج كده واقلب على اتجاه واحد. كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين النتيجة معايا. الكيكة لازم تبقى كده، لا سايلة قوي ولا تقيلة قوي، ده الوسط بتاعها طبعا، والتقليب على اتجاه واحد كده زي ما انتم شايفين. هنا طبعا معايا بقى القالب دهنته سمنة، وممكن تديني زيت زي ما انت عايز، بس انا طبعا دهنه سمنة ومبطناه بالدقيق. هبدأ بقى هنا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده زي ما انتم شايفين. طبعا يا حبايب قلبي كده بعد ما حطيت كل المكونات بتاعتي في الصينية لازم اهبدها كده علشان كلها تبقى سوا بعضها. طبعا على ما جهزتها كنت مولعه الفرن على درجة حرارة 180. هحطها بقى على الرف الاوسط في الفرن وهوريها لكم. بصوا يا حبايبي، دي عندي هنا العصارة، وعندي هنا طبعا السفندي، بشقه اتنين كده نفس البرتقال بالظبط،
وابدأ اعصره في العصارة كده، بيتعصر معايا بكل سهولة كده اهو زي ما انتم شايفين، ولا اسهل من كده. قلت اجربه لكم قدامكم اوريكم، عشان لو حد قال هنعصر البرتقال ازاي، نحط البرتقانه كامله ولا عفوا على طول بقول على السفندي برتقان، هو نفس البرتقان بالظبط في العصير، تعصريه زي البرتقان بالظبط. بس طبعا انا عصرت اللي عملت بيه الكيكه قبل ما اصور معاكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. طبعا زي ما انتم شايفين هي فيها صفايه، الحب بيقف هنا قدامكم كده تمام اهو زي ما انتم شايفين. احلى عصير يوسفندي كده زي ما انتم شايفين ان شاء الله. وسع 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 بقى، نشوف الكيكه بتاعتي ما شاء الله تبارك الله، الصلاة على النبي بزيادة تخلع عين الحساد. اللهم بارك. ايه رأيكم بقى في المفاجأة دي؟ عملت لكم كمان صينية بالشوكولاتة كده زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، ما شاء الله تبارك الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب، اللهم امين. شايفين الجمال ده؟ ادي كيكة السفندي يا جماعة للناس اللي بتخاف منه، ما شاء الله تبارك الله. عملت معاكم قلبين، اللهم بارك كده، حاجة تفتح النفس. شايفين ما شاء الله تبارك الله، عشان بس لسه طالعة من الفرن اهي يا حبايبي. ودي اللهم بارك، والريحة تجنن. طبعا انا لسه ما اختبرتهاش، هي طالعة من الفرن قدامكم على طول اهي، اخدت نص ساعة في الفرن كده يا حبايبي. انا بعرفها انها استوت لما بحط ايدي عليها من فوق كده، بتحسي انت اصلا بيها وانت بتختبريها بايدك. هجيب لكم بقى خلة سنان يا حبايبي، معايا الخلة بسم الله في النص اهو ما شاء الله تبارك الله، معايا نظيفة، وكذلك هنا اللهم بارك ما شاء الله يا حبايبي. فريق عايز كيكة السفندي وفريق عايز كيكة بالشوكولاتة، قلت اعمل السفندي ونفس الطريقة نفس المقادير بتاع القالب ده، هو نفس القالب ده، بس طبعا هنا حطيت كوبايتين الدقيق، كوبايتين دي ناقصين معلقة، المعلقة اللي ناقصة حطيتها كاكاو خام زي ما انتم شايفين. دي النتيجة ما شاء الله، روعة 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 روعة. هتجربوها وهتدعولي بجد بجد بجد. طبعا دي برضه هحط عليها دلوقتي شوكولاتة من النوتيلا اللي انا عاملاها يا حبايبي. النوتيلا معاكم طبعا طالعة من التلاجة حاجة كده اللهم بارك ما شاء الله. هي دلوقتي هتسيح معايا عشان طبعا الكيكة سخنة لسه طالعة من الفرن علشان اعرف اوزعها ان شاء الله. اهو يا حبايبي، نجيب بقى عندي هنا السكينة بتاعتي عشان اقطعها بسم الله. اهي يا حبايبي من بقى دي كده، نجيب دي قدام كده، نبدأ ان احنا نقطعها كمان بسم الله.
تبارك الله ما شاء الله. طبعا انا بقطعها قطع صغيره لان ولادي بيبقوا عايزينها كده. شايفين ما شاء الله على الجمال. تبارك الله اللهم بارك، تحفه. اوعي تنسي تحطي اللايك بعد الكيكه الجميله دي. ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك. شايفين ما شاء الله، شايفين الجمال ده؟ هي يا حبايبي الكيكه بتاعتي الارضيه ده كمان من فوق ما شاء الله. شايفين اهي اسفنجيه معايا خالص ما شاء الله تبارك الله، وطعمها روعه 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 بجد. الاتنين الصينيتين معايا نفس المقادير. ده يا حبايبي ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك، كلها زي بعضها ما شاء الله. اسيبكم بخير واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وبتمنى كل فيديو بقدمه يعجبكم باذن الله، وان شاء الله هنزل لكم طرق ان الكيكه تظبط معاكي ما تفشلش معاكي ابدا. المقادير طول ما المقادير بتاعتك مظبوطه والفرن بتاعك درجه حرارته مظبوطه ان شاء الله الكيكه مش هتفشل منك ابدا باذن الله. اي حد حابب اي استفسار او اي سؤال يكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليه ان شاء الله باذن الله. بتمنى تجربوها وتقولوا لي لما عملتوها كان طعمها عامل ايه معاكم، وان شاء الله ولادكم هيحبوها لانها خفيفه زي الاسفنجيه بالظبط. بصراحه كيكه اليوسفندي روعه.